في زمن كانت الكلمة فيه محسوبة والرأي الجريء ممكن يدفع صاحبه حياته، ظهرت واحدة ست وفتحت أبواب الصحافة لأصوات جديدة، وهي دي روزا اليوسف اللي خلت قلمها حر الرأي والفكر. اتولدت سنة 1898 في لبنان، واسمها الحقيقي كان فاطمة محي الدين اليوسف. بس طفولتها ما كانتش سهلة، والدتها ماتت أول ما ولدتها، وأبوها كان تاجر وبيسافر كتير، وسابها تحت رعاية مربية كان اسمها خديجة في بيت عيلة مسيحية. حبوها ودلعوها وكانوا بينادوا لها وبيقولوا لها يا روز. لكن المعاملة بدأت تتغير لما أبوها وقف الراتب وانقطعت أخباره، وهي كمان ما كانتش تعرف اسمها الحقيقي إلا لما قرروا يجهزوها للسفر مع صديق العائلة الأصلية. لكن المفاجأة إن السفينة سافرت من غيرها، ومن هنا اتكتب فصل جديد في حياتها. وهي عندها 10 سنين بدأت تتعرف على عالم الفن، وتبناها المسرحي الكبير اسكندر فرح اللي كان بيعملها زي بنته بالظبط. لكن لما كملت 14 سنة أخدها القاهرة وبدأت مشوارها الفني على المسرح. اكتشفها المخرج والممثل عزيز عيد، وبدأت في الأول بأدوار صغيرة، لكن الدور اللي فعلا باين موهبتها عملت دور جدة في مسرحية عواطف البنين، ومن ساعتها بدأت تلمع واشتغلت على خشبة المسرح مع عمالقة زي يوسف وهبي اللي كان بيديها دايما أدوار البطولة، وبقت نجمة مسرحية لامعة. لكن روز ما اكتفتش بس بالتمثيل، فقررت تسيب المسرح وتبدأ من جديد، وعملت حاجة ثابت علامة لسه موجودة لحد النهاردة. في أكتوبر 1925 أصدرت مجلة روزا اليوسف. في البداية كانت مجلة فنية، لكن مع الوقت بقت منبر للفكر والسياسة، وهي نفسها كتبت مقالات. أما النهاية فكانت يوم 10 إبريل سنة 1958. روزا كانت في السينما في وسط البلد بتتفرج على فيلم، فجأة جات لها أزمة قلبية، وكل اللي عملته إنها طلبت من صاحبتها إنها تروحها البيت، وكان قلبها حاسس إنها النهاية. وبعد نص ساعة توفت روز عشان الأديب الكبير يوسف إدريس يكتب جملته: روزا اليوسف استأذنت من عزرائيل نص ساعة. ولحد النهاردة مجلة باسمها بتشهد إنها واحدة من رموز الفكر في مصر وأيقونة الصحافة النسائية المصرية.